التصرف هذا اللي داروا الطاقم التقني ديال المنتخب الامارات انه غير مقبول الاخوان امام المنتخب الجزائري. يلا تنشر دابا الاخوان في هذه الوقيته هذه اللي غادي نشوفوه منذ البدايه حتى النهايه. الموضوع الثاني غادي نشوفوا بعض الاماراتيين الاخوان اللي كيتحداو المغاربه، ماشي الكل صراحه، ماشي الكل. كاينين بعض الاماراتيين اللي ما بغاوش يتحداو المنتخب المغربي، ولكن بعض الاماراتيين اخرين كيتحداو المغاربه الاخوان والجمهور المغربي وكيتحداونا في مباراه، وقال لك هما اللي غادي يطلعوا للنهائي. نشوفوا بعض الاماراتيين ونردوا عليهم، عاد نمشيو نشوفوا الموضوع الاخر. المباراة جاية مع المغرب مشروع فنجان، والله انه مشروع فنجان. شوف فنجان الجزائر اقوى خاصة في البطولة. الجزائر في السنة انا اشوف اذا تبى الفوز، اذا تبى الكاس شله من ابو ظبي. كيف ما سمعتوا قال لك ان المنتخب المغربي عباره عن فنجان قهوه. المهم الاخوان حنا في الميدان عاد كنبينوا صراحه الاخوان، حنا ما كنتكلموش بزاف مع هاد الناس اللي كيقول لك فنجان قهوه ان غادي نفوز على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي سهل الانتصار عليها الاخوه. حنا كنشوفوا وسط الميدان شكون الاخوه اللي سهل الانتصار، واش على المغرب ولا على الامارات؟ منتخب يحس عمره قوي خليه يشرف معك المغرب، اي منتخب يحس عمره قوي خليه يشرف في النهاية مع صراحة المنتخب الإماراتي عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف، وعنده النقاط ديال الضعف اللي استغليناهم الإخوان نقدروا نفوزوا بثلاثة حتى 4-0 في المباراة. وصراحة المنتخب المغربي غادي يستغل هذوك نقاط الضعف. علاش؟ المغرب مختلف شوية على الجزائر باش نكونوا واقعيين، أن المغرب كيقتنص الفرص، أما المنتخب الجزائري كيكون الهجمة ولكن صراحة ما كتكملش ليه، عكس المغرب تيقتنص الفرص. وامام المنتخب الاماراتي صراحه سهل اقتناص الفرص معاهم، وان شاء الله غادي كما كتشوفوا ان هذا هو الحارس ديال المنتخب الجزائري. علاش بغيت نتكلم على هذا الموضوع هذا؟ علاش يقدر يوقع المنتخب المغربي اثناء المواجهه ديال المنتخب الامارات الاخوان ولا منتخب الاردن ولا السعوديه في النهائي، يقدر يطيح في هذا الموقف هذا. لهذا صراحه خاصنا نبينوا ان هذا التصرف انه غير لائق الاخوان من طرف المنتخب الاماراتي. على الصراحه هما يمكن باغيين يفوزوا منتخب اسيوي هو اللي يفوز بهذا كاس العرب. لهذا خاصنا نحطوا النقاط على الحروف هذه النقطه هذه. المهم نعاود لكم الواقعه منذ البدايه حتى النهايه. كتشوفوا الاخوان هذا هو الحارس الجزائري، انه في هذه القرعه ديال اللي كيشرب بها الماء انه داير واحد الغريقه الاخوان تيوضع الاتجاهات اللي كيتضربوا فيها ضربات الجزاء. كنشوفوا ان هذا الحارس هذا شاف الاخوان ان هذيك القرعه فيها هذوك الاماكن اللي غادي يسددوا فيهم الاخوان اللاعبين الاماراتيين. ماشي مشكل هذا الشيء الاخوان عادي جدا وما كاينش مشكل الاخوان ان الحارس الاماراتي كيشوف، ولكن اللي مشكله هي هذه اللقطه هذه ديال الطاقم الاماراتي انهم عرفوا هذيك القرعه فيها الاتجاهات اللي غادي يسددوا فيهم. شنو قال له هذا؟ قال له سير سرق له هذيك القرعه. ها هو الاخوان كتشوفوها هو غادي كيجري باش يسرق هذيك القرعه ديال هذاك الحارس الجزائري. هما يقولوا له لا غير رجعها، هو يقولوا له غير رجعها، غير خليها له تما مشوش عليه، دير له التشويش. اذا صراحه الاخوان هذه النقطه هذه انا ما عجبتنيش من طرف الطاقم التقني ديال المنتخب الاماراتي، وخاص الفيفا تدخل في هذه النقطه هذه.